عدنا لحضراتكم برضو بهدوء شديد. احنا مش عايزين بس نفتح صدرنا قوي، ولا عايزين نعلي التون، ولا عايزين نوطي التون. خلينا بهدوء كده. والنهارده احنا معانا اتنين الحقيقه من الناس اللي ايدها في الصنعه، يعني عمرا وجهدا ودراسه وبحثا، وفي نفس الوقت عندهم قدره ان هم يوصلوا لحضراتكم المعلومه بالصوره المطلوبه. غزه في حرب وفي مشاكل وفي تداعيات وفي تأثير على الوضع السياسي ومن ثم الوضع الاقتصادي بصورة يعني بسيطة جدا. يعني عندنا حدود، وفي نفس الوقت في ما يسمى منتجات وصادرات وواردات، والحاجات دي كلها بتأثر. واحنا في المنطقة بتاعتنا يعني زائد ان احنا مواردنا مش كبيرة قوي، يعني احنا مش من الدول الاقتصادية الشديدة، فأي حاجة بتحصل بنتأثر. لما الناس حصلت في أوكرانيا وروسيا قال لك اتأثروا، ما هو في 35% من الصادرات الزراعية ومن القمح بيطلع من المنطقة، فاحنا من الناس اللي بتستورد، واحنا علاقتنا حلوة بالدول الحقيقة اللي بتصدر المنتج ده. فروسيا علاقتنا بيها طيبة وكنا بنجيب منها شوية حاجات، والآخر اتأثرت. وبعدين بترجع المسائل شوية شوية. عندنا بقى في كذا بعد. أولا النهاردة في شويه حاجات كده قرارات خدتها الحكومه في موضوع ترشيد النفقات في الجهات الداخليه او الجهات الداخليه في الموازنه العامه للدوله والهيئات الاقتصاديه والى اخره كده. هناخدها برضو مع ضيوفنا الاعزاء. والبنك المركزي النهارده برضو ابقى على سعر الفائده المره الخامسه خلال السنه دي، برضو مع اساتذتنا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. برحب بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورنا دايما. اهلا بحضرتك. استاذ احمد بيومي البحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكره والدراسات الاستراتيجيه، كنت بكلمه دايما في التليفون كده. اول مره شفنا بعض النهارده، ولا اخيرا شفنا بعض بقى. نتشرف بك يا استاذ احمد. اهلا بك. اهلا بك يا استاذ احمد. نبدا منين بقى دكتور؟ التداعيات ولا نبدا بالاجراءات اللي قالت الحكومه النهارده، ولا الترشيد النفقات نبدا بالحكومه الاول. نبدا بالحكومه اللي جوه. احنا خلال الشهرين اللي فاتوا في مسار اصلاح اقتصادي مهم جدا، يعني في سياسات ماليه بتتخذها وسياسات اقتصاديه بتتخذها الدوله، الهدف منها حاجتين: اقلل الضغط على المواطن من ناحيه، وازود حجم الاستثمارات اللي بتجيلي من الخارج من ناحيه. تمام. الدوله ماشيه في الاتجاه ده بقالنا شهرين. مجموعه بقى قرارات، سواء كان المجلس الاعلى للاستثمار طلع مجموعه قرارات، مجلس الوزراء النهارده ايضا في مجموعه هذه القرارات نتج عنها انه او هينتج عنها باذن الله انه هناك تعديل او اعاده صياغه المشهد الاقتصادي. تمام. اول حاجه من القرارات المهمه النهارده طلع 10 قرارات بالمناسبه. طبعا هنقول كام قرار كده مهم منهم. اول حاجه الترشيد. دايما الحكومه تيجي تقول المواطن لازم يرشد ولازم يخفض ولازم نشوف السلع وما نجيبش الحاجه الغاليه. فالنهارده الحكومه خدت الخطوه ان هي تقوم بده بدورها هي. يعني النهارده تم تقليل او تم اتخاذ تعليمات صدرت من مجلس الوزراء ان انا اقلل الانفاق وترشيد الانفاق على ايه؟ على السفر. يعني ما حدش هيسافر بره مصر من الهيئات الحكوميه والهيئات الاقتصاديه الا بالضروره جدا وبالموافقه مجلس الوزراء. وكان كده القرار ده انا قريته كذا مره. كان موجود بس كان في توسع فيه. لا النهارده هيبقى مجلس الوزراء اللي يوافق عليه. طبعا بقى. النهارده ما فيش اي مشروعات هيتم افتتاحها ليها مكون سلعي بجيبه من الخارج واحتياج دولاري الا برضه بموافقه الحكومه ويكون في اقل الحدود. ما فيش استيراد من الجهات الحكوميه الا لشراء اصول تخص الجهات الحكوميه فقط وفي اضيق الحدود. اذا سياسات ترشيديه وتقليل الانفاق الحكومي، وده مهم لان انا عندي عجز موازنه، وعجز موازنه كبير. احنا بنتكلم في عجز موازنه اكتر من 6.2%، وده رقم كبير. يعني احنا بنتكلم في رقم اكتر من 900 مليار جنيه مصري وقد يزيد. وبالتالي فانت محتاج ان انت تقلل حجم الانفاق وحجم الترشيد الانفاق اللي عندك، وفي نفس الوقت ازود الايرادات بتاعتي. ده مهم. ده قرار كان مهم النهارده. ايضا الحاجه الثانيه المهمه انه انا لما كنت باجي استورد اي بضاعه او اي يعني المستوردين كان بيتم توقيف هذه البضائع في الجمارك نظرا لعدم توافر الدولار، وبالتالي بيكون هناك تخزين لهذه البضائع داخل المحطات او الحاويات الجمركيه. طب ده بينتج عن ان انا بدفع ارضيه. طب الارضيه دي انا كمستورد بعمل ايه؟ بحملها على الزبون على طول. فبيبقى هنا عندي نوع من انواع التضخم، نوع من انواع زياده الاسعار. ما انا السلعه عندي بقى لها 3 اشهر،
فالتاجر بيحسب ايه؟ يقول لك انا حركه دوران راس المال بتاعي كده وقفت. الزبون. النقطة الثانية أنا دفعت أرضيات فحولها على الزبون، خاصة في السيارات، خاصة في السلع اللي بتاخد مساحات وبتاخد أماكن كتيرة، السلع الغذائية لأن دي بتاخد تخزين تبريد. فالنهارده طلع إن أنا أدي 3 أشهر بأسعار مخفضة جدا، ويكون كل الحاويات ياخد بضاعته معاه 3 ويبيعها أشهر ويخلص، تمام. وبعد 3 اشهر يسدد. لا ده أنا وأنا بخزن البضاعة داخل المنافذ الجمركية ويتم تخزينها معايا لغاية 90 يوم، ما طلعش البضاعه واخزنها باسعار منخفضه. يعني مثلا لو كنت الارضيه في اليوم ب 1000 جنيه، لا انا هدفع 100 جنيه. فالنهارده يبقى رسوم التخزين الخاصه باقل بكتير، وبالتالي ان انا مش هحمل البضاعه سعر اعلى او تكلفه اعلى، وبالتالي سعرها داخل السوق. طبعا بقى من ضمن القرارات برضو النهارده اللي كانت مهمه الخاصه ان مثلا البنك الاهلي هيفتح فروع جديده في منطقه الاقصر. عندنا برضه حاجه مهمه جدا، حته السفن والموسم السياحي في صعيد مصر. احنا عندنا اشكاليه ولا هنتكلم عنها في موضوع السياحه في الشمال بسبب تداعيات الازمه او الحرب الدائره حاليا. طب انا النهارده عندي في الجنوب انا عايز اهتم خاصه الفنادق العائمه اللي هي في الاقصر واسوان، والمراكب اللي بتتحرك وبتقعد 5 ايام و10 ايام، فكانت في حاجات بتوصل لغايه بحيره ناصر. فدي كانت بيبقى عندي توقيتات معينه ولازم اشيلها. النهارده لا، مد المده ان انا اقدر اقعد لمده اطول، وبالتالي يبقى انا عندي باذن الله مؤهل لموسم سياحي شتوي داخل اسوان والاقصر وما تلاهم بنسبه اعلى، واقدر يعني اجيد في هذا الموضوع بشكل افضل. دي من ضمن القرارات اللي كانت مهمه النهارده، واعتقد انها جيده. برضه الحاجه اللي بتهم كل الناس الحد الادنى. الحد الادنى للاجور النهارده تم تحديده وطلع قرار بيه اعتبار من اول اكتوبر هيكون الحد الادنى 4000 جنيه، ده ويصل للدرجه اللي هي السادسه، ويصل بارتفاع يكون الحد الادنى للدرجه الاولى الممتازه 11000 جنيه. ده الحد الادنى للمرتبات، واللي هيبدا عليه يحسب عليه مرتب شهر اكتوبر اللي هيتم باذن الله، او المفروض يتصرف خلال الايام الماضيه. تمام. فبنتكلم على ده برضه شيء جيد جدا، وده نربطه مع زياده الاعباء العائليه اللي تم اقرار عنها بقانون 91 سنه 2005، واللي تم تعديله منذ شهر تقريبا او اقل من اسبوعين تحديدا، اسبوعين، ورفع الحد الادنى للاعباء العائليه الى 45000 جنيه سنويا. ده ينعكس على المواطن ازاي بقى يا دكتور؟ انه انا النهارده موظف كنت باخد 8000 جنيه بيتخصم مني ضرائب كسب عمل حوالي 700 جنيه او 800 جنيه، لا النهارده هيتخصم مني 300 جنيه، فاذا انا عمل لي وفر في الراتب بتاعي. بالاضافه ان انا الحد الادنى كان الحد الادنى 3.5، الدرجه السادسه بقى 4، الحد الادنى في الدرجه الممتازه كان 9.5 بقى النهارده 11، فزودت الحد الادنى. يعني انا مش هاخد اقل من 11، ممكن اوصل ل 12 و15، والاعباء العائليه زادت، يعني معناها الضريبه قلت، فعمل لي هامش. طبعا مش هامش كبير، بس على الاقل وقف معايا وساند وقلل اثر التضخم نوعي، بالاضافه طبعا لل 300 جنيه اللي زادت على المرتبات اللي هو الحد الادنى او العلاوه الاستثنائيه اللي تم كانت 300 واصبحت 600. استاذ احمد هروح بحضرتك لحاجه كده ربما البعض يشوفها انها بسيطه، لكن الحقيقه انا شايف انها لازم يتعمل عليها كنترول كويس. من ضمن برضو الحاجات اللي فيها ترشيد نفقات، ترشيد صرف، اللي هو نفقات الدعايه ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون العامه ونفقات الشؤون والعلاقات العامه والاعتمادات المخصصه للعلاقات الثقافيه في الخارج ومستلزمات الالعاب الرياضيه، وكذلك حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات زي ما الدكتور عبد المنعم قال. بعض الناس ممكن تاخد فكره الخيم والعلاقات العامه والمخصصات والحاجات دي على انها يعني ده حاجات بسيطه، يعني حضرتك شايفها ازاي الحته دي؟ يعني فيها شويه من البهرجه كده وشويه يعني خلينا ناخد هو فلسفه القرار ايه؟ ان انا بحاول اقلل النفقات اللي فيها مكون دولاري. تمام. فلما باجي اقول ان انا مش عايز تبقى مفتوحه لاي حد يعمل مؤتمر براحته، فيبعت يجيب ناس من بره بطيران على حسابه كدعوه لحضور المؤتمر. يعني المساله مش مستقره هنا بس، ده ممكن يجيب من بره. بالظبط. المؤتمرات بعض المؤتمرات اللي بتتم في مصر بيتم خاصه الحضور بيتم استدعائهم بتذاكر مدفوعه واقامات مجانيه وكل ده، لان هو طبعا بيشارك في المؤتمر كمتحدث. وفي بعض من المشاركين بيتم دعوتهم، ففي مكون دولاري
انا ما بقولش ان الحاجات دي مش مهمه، الحاجات دي ربما تكون مهمه، ولكن بتحتاج الى عين اخرى ترى اوجه الصرف، وترى ان المؤتمر ده ايه الهدف منه، وايه التارجت، وايه العوائد اللي جايه منه. والعوائد دي مش شرط تكون ماديه، لكن كل ده بيدخل في معادله ان انا بقدر احسب المؤتمر ده مهم نعمله ايوه في الوقت الحالي، أيوة. ولا لا مش مهم ينفع نأجله. ما بقولش نمنعه، ينفع نأجله الوقت الحالي او نرشد. لحين او نرشد بالظبط. فهو فكره الترشيد جايه من اني انا بحاول اتحكم في ايه اللي بيحصل كمؤتمرات، كندوات، كحفلات، كاستقدام مطربين من الخارج، كاستقدام ممثلين مشاهير من الخارج. شركات دعايه كتير بتحاول ده شغلها، يعني الحقيقه ده شغلها، وممكن يكون جزء منه دعايه لشركات وبراندات وهي حره، وهي حره شغلها. انا بتكلم لكن على ما يخص الدوله. لكن اللي ممكن برضو يعمل كده جزء من الجهات الحكوميه، جزء من قطاع هيئه الاعمال العام، جزء من البنوك. فالجهات الحكوميه اللي هي اللي مسؤوله ان هي ترشد الانفاق بقرار مجلس الوزراء، اصبحت مسؤوله ان هي تقدم طلب لمجلس الوزراء بتقول انا هعمل المؤتمر ده في الايام الفلانيه بالاهداف دي، عدد الحضور هيكلفني الرقم ده، وبناء عليه يتاخد قرار ان نصرف ولا ما نصرفش. طبعا الحاجات دي بتكلف كتير اكيد جدا. طالما الدوله جدا. قررت ان هي تحطها في عين الاعتبار وهي بتاخد قرار، يبقى قطعا البنك المركزي لديه بيانات عن حجم الانفاق الدولاري اللي بيروح في مثل هذه المؤتمرات او مثل هذه الفعاليات. احنا في الحته دي انا حضرتك برضو تتطرقت لموضوع المكون الدولاري، وفي مشاريع معموله دلوقتي، وفي يعني مرصود ليها. يعني المفروض الحاجات دي اما تم توقيفها. تم توقيفها. الحاجات دي بتاثر، يعني الحاجات دي بيبقى لها تاثير يعني على المستثمر، على صاحب المشروع، على لا احنا بنتكلم على المشروعات الحكوميه التي تستهدف او هي ضمن لما المستثمر بقى يشوف الحكومه عملت كده، هل ده بيأثر عليه هو؟ لا بالعكس، ده ممكن يشجع المستثمر يشتغل، يقول له تعالى بالعكس انا عايزك. المستثمر يشتغل. لكن انا الحكومه ما تطلعش من عندها، لان المستثمر لما يدفع دولار هو عارف يجيب 10 مكسب. لكن هنا عارف الحكومه يجيبه ازاي. طبعا الحكومه هتقوم عشان بتوفر بالظبط، عايزه بتجيب منه عشان هي عايزه تعمل مشروع. طب المشروع ده بيحتاج والله مكون دولاري بمبلغ كذا، لا انا هوفر ده وما ابداش اي موضوع جديد. فالمشروعات الجديده اللي هتبقى محتاجه مكون دولاري او مكون سلع بيتم استيراده من الخارج تم توقيفه مع استمرار تنفيذ الاعمال القائمه، لان انا في مشروعات مفتوحه حاليا ما اقدرش اوقفها. لا طبعا، ولو فتحها هخسر اكتر وتقف ويبقى فيها عجله انتاج شغال طبعا. فانا لكن ده يشجع المستثمر انه يشتغل، لان المستثمر هو المستثمر ده نوعين، يا اما مستثمر قطاع خاص، يا اما محلي يعني مصري، يا اما اجنبي. فالاجنبي جايب الدولار بتاعه، المحلي بيبقى هو بيقدر يدبر الدولار ويبقى عنده نوع من انواع التصدير، فبيبقى عنده حصيله دولاريه يقدر يستخدمها في مشروع عنده، وجاي فاهم وجاي يعمل طبعا، وبيحاول يكسب من ده وبيكسب اكتر كمان. تمام. قبل ما اخش بقى في موضوع تداعيات غزه، احنا اقتصادنا وضعه ايه دلوقتي؟ يعني بمنتهى الهدوء كده، احنا اقتصادنا هل يتحمل اي ازمه اخرى؟ الاقتصاد المصري قادر على تحمل صدمات وازمات اخرى بفعل النجاح اللي حققته الدوله المصريه في تخفيف الاعباء اللي كانت ثابته في الموازنه العامه للدوله. يعني كان عندنا مصاريف ثابته ما بتتغيرش، اللي هي ليها علاقه بالدعم، خاصه الدعم الخاص بالمحروقات وما الى ذلك. المصاريف اللي كانت ثابته لسنين ما بتتغيرش دي، الدوله من 2015 دخلت حطت اليات لضبط مساله الانفاق، لان انا طالما انا عندي الجزء بتاع الايراد متغير بناء على النشاط الاقتصادي والوضع الاقتصادي في مصر والعالمي، يبقى انا لازم الناحيه الثانيه قدامه اخلي برضو الجزء بتاع المصروفات متغير عشان يحصل توازن، ما يبقاش عندي حاجه متغيره وحاجه ثابته فتحصل لي مشكله. فهل الاقتصاد المصري قادر على الصمود امام ازمات اخرى؟ نعم قادرين. ما بقولش ان احنا مش هنعاني اكيد، حال كل الاقتصادات في العالم سواء كانت النشأة، لكن النشأة هي الأكثر معاناة في ظل الأزمات الاقتصادية، لكن هنقوم تاني بعد الوضع الاقتصادي العالمي ده ما ينتهي، بعد الصراعات. لكننا مش محتاجين أزمة، يعني احنا مكتفيين تقريبا بأزمات كتير. يعني هو الحقيقة إن السنة اللي فاتت واللي قبلها هي أزمات واردة، حصل أزمات احنا مش من صنعنا، هي أزمات واردة. طالما الأزمة من الخارج
ملناش يد فيها، فهي بتؤثر على المنطقه برمتها، فاحنا قادرين على الصمود. نقلق لو الازمه داخليه، لكن طالما ان الازمه مستورده جايه من الخارج، فاحنا وضعنا زي وضع باقي الدول في المنطقه الجيوسياسيه اللي احنا فيها. فلا، احنا عندنا ما يكفي من تدابير ان احنا نتخذها علشان نعدي الازمه دي. دكتور عبد المنعم نفس السؤال. لا، احنا يعني وجهة نظري طبعا الدولة المصرية بتعاني من أزمة، وأزمة معلنة. أنا عندي فجوة تمويلية دولارية بشكل كبير جدا ودي أعلن عنها البنك المركزي وأعلن عنها وزارة المالية. أنا عندي أزمة حقيقية، انخفاض الحصيلة الدولارية. عندي مزايا في الاقتصاد المصري، لكن عندي أزمات. احنا منذ عام آخر 2019 حتى الآن بنطلع من أزمة ندخل في أزمة عالمية، سواء كانت أزمة فيروس كورونا، سواء كانت أزمة الحرب الروسية، من قبلهم وحتى الآن وسوف تستمر أزمة التغيرات المناخية. ودي مهمة. أقدر أقول يا دكتور عبد المنعم إن الأزمات الخارجية أكتر من الأزمات الداخلية. بالظبط. أنا عندي أنا لو كنت ماشي بمعدلات الاقتصاد بتاعتي من اللي أنا بدأتها بإصلاح اقتصادي في نهاية 2015 ومشيت ووصلنا معدلات نمو، احنا وصلنا في بعض الفترات لمعدل نمو 5.5 و6%. ده مش قادر أحققه النهارده. ليه؟ لأن أنا عندي ضغط على العملة. أنا النهارده كنت بستورد طن القمح ب 270 دولار، وصل ل 530 دولار، يعني من زيادة 10% على 20 تكاد تكون الضعف. أنا كان عندي برميل البترول موجود في الموازنة العامة 65 دولار، 65 يا فندم في 2016 والنهارده وصل ل 80. وعملت في الموازنة الجديدة 80 وصل دلوقتي 93. النهارده 92 8 من 10 قافل النهارده. ومؤشرات البنك الدولي حاطه 3 سنوات احسنهم 103 دولار. فاذا انت عندك ازمات بتحاول تواجهها، بتحاول تجابهها. طيب انت فدي ازمه. الانفاق اللي كان شديد خلال الفتره الماضيه، وده كان مهم ان انا اعمل بنيه تحتيه ومشروعات والكلام ده، بس في الاخر انا ما عنديش الحصيله التي تاتي من الخارج. فانت بتحاول ايه؟ يعني حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه من قيمه اسبوع؟ قال لك انا بصدر تصدير ب 30 و32 مليار، بس عندي مكون سلع داخل الصادرات ب 25. صح. طب انا عندي 7 مليار فائض. صح. طب ما هو انا لازم اقلل ده، يبقى لازم اعيد صياغه المشهد. انا لازم اتغير زي كده بالظبط. الحربايه لما بتتلون لازم اتغير وفقا للمشهد الاقتصادي. المشهد الاقتصادي عنيف على مستوى العالم، فانا من حقي او لازم على الدوله انها تتغير، وبدات تتغير. انا هدفي ايه؟ مفتاح السحري للدوله اجذب استثمارات، اقلل فاتوره الاستيراد اللي هي وصلت 87 مليار دولار، دي لازم تنزل. الناحيه الثانيه ازود الصادرات بتاعتي وادخل استثمارات اجنبيه مباشره، يعني مصنع، يعني شركه، يعني عماله تشتغل، يعني توظيف يشتغل، يعني منتج يتم انتاجه. كل ده دولار يخش لي بالظبط. عمله صعب يخش لي. محتاج ازود. انا عندي تنوع في المصادر، عندي سياحه وعندي قناه السويس وعندي وبتتاثر بما يحدث، فانا بتاثر من الخارج. بس طبعا الازمه الموجوده احنا صامدين، بس طبعا التاثير انا لما بشيل كيلو غير ما بشيل 100 غير ما بشيل 200. صحيح. كلنا حاسين ان في ازمه، كلنا حاسين ان صحيح ينعكس على المواطن طبعا، منعكس علينا جميعا في تضخم في الاسعار السلع، منعكس علينا في انخفاض الخدمات، منعكس علينا في حركه عالميه وحركه داخليه. استاذ احمد، انا هنخش على الموضوع بتاع غزه وتاثير او الاضرار الاقتصاديه الناتجه عن اتساع الحرب في غزه، بس خلينا كده نتنور بهذا التقرير كده ونرجع لحضرتك على طول. شوف التقرير ونرجع لحضرتك. ما لبث العالم يلتقط أنفاسه بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية استمرت ل3 سنوات بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حتى جاءت حرب غزة لتضرب الاقتصاد العالمي من جديد وتهدد بإشعال أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات التضخم. المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة إلى صراع إقليمي أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي. ووسط تفاقم حالة عدم اليقين من توقف الحرب، قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل الواحد، وبلغ خام برنت مستويات 91 دولارا للبرميل مقابل 85 دولارا
دولارا للبرميل قبل 6 من أكتوبر الماضي، وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمي. وإذا تحول إلى صراع إقليمي فإن خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز مهددة بالتوقف. ويتوقع خبراء وكالة بلومبيرغ وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولارا في حال اتساع رقعة الحرب وانخفاض الناتج العالمي بما لا يقل عن تريليون دولار. وكان من الآثار المباشرة للحرب في قطاع غزة تعليق الإنتاج في حقل تمار للغاز الذي بلغ إنتاجه نحو 10.25% مليار متر مكعب في عام 2022، وكان ذلك سببا في ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بأكثر من 40% عند 56 يورو في ظل تسبب وقف العمل بالحقل في انقطاع 1.5 مليار متر مكعب سنويا عن أسواق التصدير، وهو ما أربك الأسواق الأوروبية، خصوصا أن ذلك يأتي في وقت حرمت فيه هذه الأسواق من معظم إمدادات الغاز الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا. المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أشارت إلى أن الحرب المتواصلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، وأضافت أنه لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح. في حين عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن قلقها من الوضع في إسرائيل الذي يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأمريكي، وأوضحت أنه في حال تأثر الاقتصاد الأمريكي المرتبط بشكل وثيق مع إسرائيل فقد يفشل في الهبوط السلس الذي نسعى إليه بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ما قد يمثل صدمة جديدة وقوية للاقتصاد العالمي. بهدوء برضو نشوف تداعيات ما يحدث وما سيحدث وما يترتب على ما يحدث في غزة، واحنا جوار، وفي نفس الوقت ده تأثير عالمي. وزي ما الدكتور عبد المنعم والأستاذ أحمد وضحوا في البداية إنه التأثير ده تأثير مباشر وغير مباشر. أستاذ أحمد، شايف التأثير المباشر للحرب أو للوضع في غزة على مصر هيبقى إزاي؟ يعني خلينا نكون الأول متفقين إن غزة دولة جوار في منطقة الشرق الأوسط، اللي هي المنطقة المهمة جدا في سوق النفط والطاقة عالميا. حوض البحر المتوسط هو يعني حقول من الغاز تؤثر في سوق الغاز عالميا. المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر على طول البحر الأحمر هي الأخرى تؤثر في سوق النفط عالميا. فعلى الرغم من كون دولة إسرائيل في سوق النفط عالميا لا تمثل شيء، لكن امتداد الصراع في المنطقة لدول أخرى في الجوار يؤثر بشكل مباشر على سوق النفط عالميا. وده اللي بتتوقعه المؤسسات الدولية، إن سعر برميل النفط قد يتجاوز 100 أو قد يصل إلى 150. هي في الآخر كلها تكهنات، لكن ما هو أثر كل تغير في سعر برميل النفط على الاقتصاد المصري؟ كل دولار تغير في سعر برميل النفط يكلف الموازنة العامة للدولة 4 مليار جنيه إضافية. يعني لو احنا متفقين ان السعر في الموازنة العامة للدولة في عام 2023-24 هو 80، النهاردة مثلا 94 أو 95، ففي 15 دولار، فهنتكلم في حوالي 60-70 مليار جنيه أعباء إضافية أضيفت إلى كاهل بند المصروفات الخاص بالبند دعم المحروقات بالموازنة العامة. وأنت ما كنتش عامل حساب، وأنا ما كنتش عامل حسابي عليها بالتأكيد. وفي ظل طبعا إن الموازنة العامة للدولة أصلا عندنا فيها عجز جراء إن احنا بقالنا سنتين في أزمات اقتصادية من حرب روسية أوكرانية وكورونا وما إلى ذلك. طيب النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها اللي هي إيرادات السياحة. طبعا احنا عندنا المنطقة بتاعت سيناء بالكامل، فيها منطقة دهب، طابة، سيناء اللي هي شرم الشيخ. طبعا هتتأثر بالتأكيد إيرادات السياحة هتتأثر بشكل كبير، نتيجة لأن المنطقة دي تحولت إلى منطقة جيوسياسية، منطقة خطر.
حتى ولو لم يصدر تحذيرات عالمية للمواطنين بعدم السفر إلى تلك هيخاف. المنطقة، لكن المواطنين هيخافوا. طب ما إن هم ممكن يسافروا. يخاف من المنطقه كلها. ممكن يخاف من يعني انا المنطقة بتكلم عن منطقه كلها. الشرق الاوسط كلها، يعني انا هاجي اعمل ايه في المنطقه اللي فيها ضرب نار وحرب وبتاع؟ احتمال طبعا. مش بتكلم على سينا بس. ده حقيقي. احتمال، كل الاحتمالات قائمة الحقيقة في ظل وجود صراع. ما تعرفش هو هيمتد ويدخل مين فيه تاني، لان هو في اطراف متعدده، والاطراف اللي داخله في الصراع ليها علاقات متشابكه بدول الجوار، فما انتش عارف امتى كل طرف هيدخل لدائره الصراع ولو دي. اتسع دائره الصراع دلوقتي دخل حزب الله على الحوثيين، على ايران، يبقى على إحنا الحشد الشعبي، على على إيران. شغلان. احنا كده بنتكلم ان دولة بقى. تلت نفط العالم في خطر. فتلت نفط العالم في خطر، يعني اوروبا بتموت في الشتاء اللي جاي. يعني احنا بنتكلف تكاليف باهظه على الموازنه العامه للدوله. يعني انكماش كبير جدا في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري، وانكماش في معدل نمو الاقتصاد العالمي. فهتكون النتائج كارثيه عندما يتعلق الامر بدخول دول منتجه للنفط، ايوه، او تحول منطقه البحر الاحمر الى منطقه صراع واشتباكات، لان حضرتك زي ما عارف الحوثيين قد يستهدفوا مناطق في السعوديه سفن ملعب البحر الاحمر، آه. فيتحول البحر الاحمر الى ساحه قتال يؤثر على كل حركه التجاره، سواء والملاحة بقى وكل والملاحه بقى في وكل المنطقة شيء، بتاع كل ده. وهيحتاج الى تدخل من باقي دول العالم لتامين مرور السفن، تلك السفن التجاريه. وده طبعا يعني السيناريو الاسوأ الذي لا نتمنى حدوثه، وان الحرب دي يعني تخلص او ينتهي العدوان الاسرائيلي على غزه في اقرب وقت. يعني هرجع لسؤال اخر، يعني نفس السؤال هوجهه للدكتور عبد المنعم، بس هرجع لسؤال اخر. من المستفيد؟ يعني هل الحروب دي بيبقى فيها مستفيد؟ يعني زي فيها خاسر؟ كل حاجة هل فيها مستفيد؟ دكتور عبد المنعم، نفس السؤال، يعني تأثير غزة على الوضع الاقتصادي في مصر. طيب، فلسطين احنا احد يعني حدود فلسطين. احنا القعده حلوه ولا طبعا. ولا احنا مكتمين يعني؟ لا لا لا، يعني انا اقصد المشاهد يستوعب ما نقوله. طبعا طبعا. تمام. ولا المشاهد الان اصبح عنده درايه وبيتابع البنك المركزي وبيتابع الاقتصاديات العالميه. صحيح. بقى يعني اكثر علما واكثر ثقافه عما تمام. كان من قبل. تمام. الوضع طبعا الاقتصادي على مصر، طبعا مصر من احد دول الجوار لفلسطين، وبالتالي هناك تاثيرات سلبيه على الاقتصاد المصري. تمام. هنذكرها كده في بنود. كويس. اول حاجه، انا عندي سياحه كانت بتاتي من اسرائيل 730 الف مواطن، الف اسرائيلي. دول طبعا بيجوا عندنا هنا، بيجوا في طابه وبيجوا في سنويا. 730. لو احنا بنتكلم في 1000 دولار للواحد يعني 3/4 مليار. طبعا ده تم استدعائهم كلهم، فما خلاص المنطقه دي كلها للاسف هيبقى مناطق خطره سياحيا، وبالتالي هيكون طابه ونويبع ودهب وجنوب سيناء حجم الحجوزات فيها هتبدا تقل. تمام. وده اللي احنا شايفينه خلال الايام الماضيه. كويس. ده شيء. الامر الثاني ان احنا عندنا السفن، تكلفه في حاجه اسمها بوالص التامين على الحاويات. القانون العالمي قانون الملاحه، ما فيش حاجه اسمها سفينه تمشي الا لما يكون الكونتينر او الحاويه اللي عليها بوليصه التامين. ده معناه النهارده شركات التامين اعلنت ان هيكون هناك زياده في سعر قيمه وثيقه التامين اللي موجوده على الحاويات. كويس. ده معناها ايه؟ زياده كلفه المصروفات الخاصه بحاويات الحاويات والسلع والبضائع. ده معناها ان هناك زياده في اسعار السلع، خاصه السلع الغذائيه. يبقى احنا كده متوقع ان يكون هناك زياده على مستوى الغذاء العالمي، لان كل سفينه هتيجي هتحط وثيقه بوليصه التامين، فالسعر هيزيد فهيحمل برضه الزبون. زياده اسعار النفط الموجوده حاليا، واللي بدات النهارده النفط تحرك من يوم 7 اكتوبر 7 اكتوبر من لغايه النهارده من 80 من ل 87 الى وصل 93 يعني 6% تقريبا. متوقع انه يزيد خلال الايام القادمه. ده احنا ما بنتكلمش على حرب فيها اطراف اخرى. أيوة. احنا بنتكلم على حرب بعيد عن الحوثيين ولا حرب متكافئه. لا خالص، بنتكلم على ضربات من الكيان الاسرائيلي لغزه. لسه مش عارفين بكره ايه اللي هيحصل بالظبط. هل الجنوب اللي هي حزب الله تدخل؟ هل الحوثيين؟ هل ايران تدخل؟ هل امريكا بحاملات الطائرات الموجوده تدخل تعمل ضربه؟ كل ده لسه المشهد نقول في ضبابيه في المشهد.
طيب يبقى انا عندي زياده في تكلفه وثائق التامين على الحاويات، عندي زياده في سعر البترول، عندي انخفاض في السياحات العالميه حتى اللي بتجي لي بدات تنخفض. عندي حاجه مهمه، انا عندي اتفاقيه مع اسرائيل حاجه اسمها الكويز. الكويز ده ببساطه صحيح. انا مصر جزء من المنتج، بصدر منتج للولايات المتحده الامريكيه بواحد خصوصا في الصناعات النسيجيه. بالظبط، صناعات المنسوجات ب1.4 مليار دولار سنويا، بس يكون في 11.5% مكون بياتي من الجانب الاسرائيلي. ده معناه ايه؟ وفقا لهذه خلاص وقفت. فده معناه ان انا خسرت ال1.4 الا ان او خسرت جزء منه. لا، ممنوع تصدر الا لما يكون في 11. فالنهارده المصانع الاسرائيليه، ما انت عندك خسائر في اسرائيل نفسها. مصانع، انت حضرتك من يوم 7 اكتوبر حتى يوم 18 اكتوبر 1.3 مليون مواطن اسرائيلي ما راحوش لعملهم، خاصه في المصانع. خساره في الاقتصاد تقريبا، فعنده خسائر في الاقتصاد، ربنا يوفقوا فيها يعني. احنا ويزيدوا في الخسائر دي، بس انا على الجانب الاخر ربنا ما يوفقوا فيها، ربنا يوفقه في الخسائر. يوفقوا في الخسائر. ال1.4 مليار اللي كنت بصدر بيهم دول لامريكا دول هيقفوا، الا اذا ان انا قعدت صياغه هذه الاتفاقيه. وده بقى جانب هنقول الحلول ايه. ان انا اعيدها، ان انا لا اجنب هذه النسبه كويس. لغايه ما ادخل ده. فانا عندي خسائر في عمليه التصدير، عندي خسائر في التكلفه، تمام. عندي ايضا انت بتتكلم، انا بتكلم على خسائر مباشره. دي خسائر دي مباشره واضحه. طب انا النهارده لو المشهد اختلف ودخلت دول تانية، ومثلا اولا ايران بتتحكم في مضيق هرمز. مضيق هرمز ده بيعدي منه 20% من الناقلات. الناقلات البترول على مستوى العالم 20% بتعدي منه. طب لو هي قفلته، ما هي هي الوحيده اللي بتتحكم فيه، دوله الامارات لا تتحكم فيه. طب لو اتقفل، معناها ان هناك تغيرات في مسار يعني نقول التجاره البحريه على مستوى القاره، مستوى افريقيا، مستوى اسيا، وده طبعا هياثر علينا. طب انت في ظل الاستثمار، احنا دايما نقول راس المال جبان، لا، راس المال حكيم بيذهب حيث المنطقه الهاديه. فلازم ان انا هبعد بقى عن المنطقه اللي فيها سخونه، صح، تمام، وهبدا اقول اشتغل كل في القطاعات دي بقى تروح للمنطقه الاكثر هدوء. بالظبط. يبقى انت محتاج حلول للكلام ده، هنقول عليه بقى عشان عمليه جذب. طبعا اما لازم اعيد بقى الصياغه تاني واقول والله انا محتاج. لكن انا عندي تاثيرات، طبعا عندي تاثيرات سلبيه على الاقتصاد هيعاني منها الاقتصاد المصري لفترات طويله، يعني الفتره على الاقل لغايه ما الحرب دي او الاشتباكات نديها دي سنه. يعني نتمنى نكون اقل من كده، نتمنى نكون اقل من كده، ونتمنى لا تدخل اطراف جديده في هذه يعني الازمه الاقليميه ديت، وانها يعني تعود لتهدئه وحل الدولتين، ويكون هناك حلول جذريه. اتفاقيه اوسلو اللي هي مجمده في الثلاجه بقى لها 30 سنه يتم اتفاق غزه اريحه كل ده يتم اعاده يعني 4/2 طبعا محتاجين اعاده لهذا المشهد من جديد. لكن انا عندي تاثير في حجم الاستثمارات سلبي، في انخفاض حجم الاستثمار المباشر. عندي تاثيرات ايضا في البورصه. انا النهارده هل هيكون عندي امكانيه ان اطرح شركات في البورصه ويكون تداول وكذا؟ بالتالي هيبقى في شويه احجام، شويه ترشيد وتقليل ترشيد في المشاريع، ترشيد في الفكر، فكر الاقتصاد لحد ما نشوف انكماش في المشهد الاقتصادي المصري لغايه ما تمر هذه الازمه والتاثيرات السلبيه علينا. احنا اكثر الدول، احنا فلسطين معاها يعني الحدود بتاعتها لبنان والاردن ومصر، اكثر الدول تاثرا سلبيا مصر. ايضا عندي حاجه مهمه جدا، انا عندي محطتين غاز طبيعي اللي هم إسالة موجودين في إدكو في دمياط، ودول ان مصر كان بتتزعم بيهم منطقه الشرق البحر المتوسط. طب دول انا كنت باخد من اسرائيل غاز، بعمل له إسالة، بيتم تصديره للخارج، فبيكون عندي حصيله دولاريه عاليه. النهارده اسرائيل اعلنت توقيف احد المحطات، واصبح هناك شركه عندنا برضه بطء طبعا عندي احد الشركات الامريكيه تاثير مباشر قالت لا والله انا هغير الخط اخليه الاردن كذا عشان يبتعد عن منطقه الصراع. فده نتج عنه ايه؟ ان عندي الغاز الطبيعي اللي كان بيخش لي في إدكو ودمياط، والمحطه بتعمل 750 طبعا مليار متر، ودي بتعمل 1.2 مليون. كل ده يعني هيقل. فده معناه ان حتى كفاءه هذه المحطات مباشر عليه طبعا، وهيأثر سلبي على حجم تصدير الغاز الى الخارج، الى دول الاتحاد الاوروبي اللي انا كنت بصدر ليه. فانا عندي تاثيرات مباشره طبعا، وعندي خسائر بالجمله. استاذ احمد، بحكم خبرتك يعني الاردن هتتاثر برضو، دول كتير جدا في المنطقه هتتاثر،
وفي المشاهد برضو ممكن ياخد باله ان العالم كله هيتاثر، لكن في تاثير ايجابي. يعني ايه الدول اللي بتستفيد من مثل هذه الصراعات؟ الدول المنتجه للنفط طبعا احنا يعني عشان بس الناس تفهم برضه، رقم واحد يعني. لان ده مهم. ان المشاهد لازم حضرتك كمشاهد لما تيجي تقارن دوله بدوله، لما تيجي تقارن مثلا اقتصاد باقتصاد، لازم حضرتك كمشاهد على عيني وعلى راسي طبعا تبقى فاهم الامر ماشي ازاي. يعني ليه في دول بتبقى وضعها الاقتصادي مهم وبيبقى وضعها الاقتصادي متقدم رغم ان في صراع، لان الدول دي عندها مكاسب وعندها موارد طبعا. فبتحقق. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا يعني طبعا بالتاكيد الدول يعني بس خليني هنا افرق على وجود صراع في اجل قصير ووجود صراع لاجل طويل يمتد الى اطراف اخرى. كويس. لو صراع لاجل قصير محكوم ولمده زمنيه وهيتحل تاثير محدود، فالدول المنتجه للنفط ستستفيد من الفجوه السعريه او فرق السعر ما بين التكلفه وسعر السوق. فلو انا هفترض ان في دوله تكلفه الانتاج بتاعت البرميل فيها $60 بكلفه $60 عشان اطلعه، النهارده انا ببيعه ب 97 ولا ب 95، فانا بكسب $35 في كل برميل بدل ما كنت بكسب $10 قبل كده. خلاص، فاصبح فوائد كبيره جدا جراء عمليه بيع النفط دي. الدول دي هتحقق مكاسب كبيره جدا في الفتره اللي جايه. دول اخرى هتستفيد، الدول اللي بتبيع سلاح، لان هي هتمد الولايات المتحده الامريكيه طرفي النزاع مثال بالظبط، هتمد طرف النزاع اللي هو اسرائيل باسلحه، وبالفعل بتمد ومعودات واوروبا وعاملين 14 مليار دولار في الكونجرس عشان يعني موارد جديده ودعم وبتاع. انا بتتكلم في فطبعا ادي الشركات اللي بتبيع اسلحه طبعا بتستفيد. لكن على المدى الطويل وفي حال استمرار الصراع وانتقاله الى اطراف اخرى وتحوله الى انه يهدد مثلا حركه تجاره النفط في المنطقه، لا هنا بقى في الحاله دي الدول القريبه جغرافيا، يعني ماشي هو سعر النفط هيرتفع بس انت كونك دوله قريبه جغرافيا في ملعب ساحه الحرب هيكون ما عندكش قدرات تصديريه على تصدير النفط ده للخارج، فانت عندك نفط سعره غالي بتحمله بس مش قادر تبيعه ومش قادر تحمله علشان تنقله بسبب وجود نزاع في منطقه البحر دي تخليك ما انتش قادر تنقل النقل البحري، يعني نقل البترول نفسه من عندك لمنطقه الخارج بالظبط كده. فانت مش عارف تنقله لان المنطقه منطقه صراع فاصبح يعني وضع لوجستي زي ما بيقولوا. اصبحت كل السفن اي سفينه اي حاجه نقليه بترول هي هدف عسكري ممكن يتضرب في اي وقت من اي طرف من الاطراف اللي موجودين في النزاع. فبقاء النزاع لوقت طويل لا يصب في صالح احد ولا يصب في صالح المنطقه، وده اللي بيدركه القاده العرب. علشان كده كلهم بيتكاتفوا وبيجتمعوا علشان بيحاولوا يوصلوا الى حل لتلك القضيه باسرع وسيله ممكنه، علشان عارفين ان لو الموضوع طال هيدخل فيه اطراف تانية وثالثه ورابعه وتتحول منطقه الشرق الاوسط الى بحر من النزاع. هل في اجراء لتقليل ده؟ يعني مثلا انا لما بكلم دولتي هل في اجراء بيقلل مثل هذه الخسائر ولا هو ظرف قادم من الخارج فانا بتعامل معاه؟ وزي ما حضرتك تفضلت ان احنا لسه بكره في تداعيات وبعده في تداعيات واتساع نقط الصراع. يعني ما تفعله الدول ايه الاجراء الطبيعي جدا لاي دوله تاخد؟ التحوط، اشتري حاجتي اكبر قدر ممكن اقدر اشتريه او اتعاقد عليه. انا خايف ان المشاهد يسمع ده فينزل السوبر ماركت دلوقتي يشتري الحاجات لا انا بتكلم على اساس الدوله مش على اساس المواطن. انا بتكلم ان الدوله عارفه انا بستهلك. ما انا عندي برضه مواردي ضعيفه. انا ما عنديش دولار كفايه. ما عنديش دولار مش هشتري. لا او هشتري على قدي. هتشتري على قد اللي يكفيك الفتره اللي انت متوقع ان الصراع قد يمتد ليها. ما فيش حد بيتحوط 100% من كل الخسائر، يعني لما يبقى في حاله خساره او نتحمل شويه. ما احنا كده هنتحمل. احنا متحملين. احنا اساتذه في التحمل دلوقتي والله. يعني انا اقصد ان احنا بقينا متفاهمين لفكره الاجراءات صح. اللي المفروض يعني انا الحقيقه يعني انا عاجبني جدا التفاف المواطن والقياده السياسيه والتفاف المواطن حوالين الدوله وتفاهم المواطن لطبيعه الامور اللي بتمشي. والمواطن بقى دلوقتي الشغل الشاغل بتاعه هو امنه اكتر من الشغل بتاعه هو امنه الغذائي. الشغل بتاعه دلوقتي بقى امنه. المواطن يعني الحقيقه من 7-10 لحد دلوقتي الدنيا مختلفه خالص يا دكتور، صح كده ولا؟
انا بس عايزين نقول رساله طمانه. اولا مصر فيها سلع استراتيجيه، قمح وسكر ورز وشاي 6 شهور ومكرونه، و7 شهور. 6 شهور 7 اشهر تمام. متواجدين. تمام. واحنا متعاقدين على صحيح. حاجات بتاتي من الهند وبتاتي من روسيا وبتاتي من بعض الدول ومن فرنسا، بتاتي لينا بعقود اجله وبعقود محدده، فكل ده مفيش مشاكل. البحر الاحمر ممكن يكون هناك منطقه صراع، لكن باب المندب مش هينفع يتقفل لسببين. اولا احنا حاملات الطائرات الامريكيه موجوده عند باب المندب، الصين متواجده، بعض الدول العربيه متواجده في هذه المنطقه، مصر متواجده في هذه المنطقه. ففكره ان باب المندب يغلق ويبقى هناك دي هتبقى صعبه. يعني العالم لن يسمح بايقاف حركه التجاره العالميه. تمام. ايا كان. بالتالي وبالتالي في تخوف وفي خسائر، لكن احنا الميزه عندنا احنا عندنا جيش قوي. كلنا متفاهمين الازمه والصراع، محاوله الزج بمصر في هذا المستنقع، وده مصر بعيده عنه كقياده وكجيش. الحمد لله. والحمد لله. وعندنا من الامكانيات العسكريه اللي يؤمن ويحمي الدوله المصريه، ده معروف عالميا. الحمد لله. فده الجزء الثاني وده مهم برضه ان لازم نوضحه، انه احنا هذه الازمه او هذه الحرب ما بين الكيان الاسرائيلي وما بين فلسطين الدائره لها خسائر، لكن علينا ان احنا نتحوط، علينا ان احنا ناخد مجموعه من الاجراءات اللي تاهلنا او تخرجنا من هذا المشهد. وده مهم. يعني زي ما قلنا مثلا زي اتفاقيه الكويز، لا انا عندي لازم النهارده وزاره التجاره تسعى مع الجانب الامريكي لتعديل هذه الاتفاقيه او تجميد هذا البند لمده 3 اشهر، ثم يتم تجديده بحيث اسمح بهذا التصدير. ده مهم جدا. ان انا اعلن ان انا السياحه انا عندي سياحه قد تتوقف او قد تقل وتنخفض في سيناء لاسباب، لكن عندي الغردقه تشتغل ويتم عليها التسويق ساعات جيد. المنطقه بقى ما بتبقى البحر والعلمين الاحمر والعلمين وعندي الاقصر وعندي اسوان وعندي الوادي الجديد. بيتهيألي اللي هيبقى متخوف ممكن يتخوف من المنطقه كلها فبيجيش. لا يعني هي ما بتتقاسش كده، خصوصا ان خد بالك الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه يعني هي مش محدودة. وليده اللحظه ومش وليده يعني وبتتجدد العالم كتير. متعود. احنا كل بس المره دي واسعه شويه. المره دي اقوى لكن اقوى واكثر عنفا ونفسيا. بالظبط. يعني انا شايف ان الاستمتاع بالحاجه كمان هي اشكاليتها احنا نفسنا بقى نفسيتنا تعبانه انها جت في وقت العالم كله بيئن. انت طالع من ازمات متتاليه من اخر 2019 اول 2020 طالع من ازمه كوفيد 19، ثم دخلت في حرب روسيه، ثم عندك تغيرات في الساحه الدوليه، ثم عندك تغيرات في المناخ، وعندك تغيرات ان انت الحصاد الزراعيه بدات تنخفض وبدا دول تمتنع عن تصدير القمح وتمتنع. عندك مشاكل عندك كتير. مشاكل مش انت لوحدك، ده عالم. العالم وامريكا بترفع. خلي بالك حضرتك برضه ان احنا من دلوقتي احنا في تجهيز لموسم سياحي جديد طبعا اللي هو اول السنه وهو الاخر، فمن دلوقتي فالموسم ده اتضرب. لا الموسم ده مش هيتضرب في الاقصر باذن الله ولا في اسوان. لا انا بتكلم في العالم، يعني في العالم في المنطقه اللي احنا فيها، مش مصر بس يعني. في العالم هتقل، بس مدالة السياحه ليها رونق على مستوى العالم ومعدلاتها وصلنا لمعدلات حلوه قوي السنه. احنا وصلنا 13.6 مليار، واعتقد لا احنا نتمنى. محتاجين بس اعاده اعلان تسويق للناس في العالم. ما اكلمش نفسي، اكلم العالم. اقول له يعني عندي اماكن، عندي العالمين بالنسبه لي باب، لكن بالنسبه لهم لا ده دفء. يا سلام. تمام. الاقصر، عندي اسوان، عندي الوادي الجديد، عندي الغردقه، عندي مرسى علم، عندي سفاق، عندي مناطق كثيره جدا متعدده ومتنوعه اقدر اعيد صياغه المشهد السياحي من جديد. عندي المتاحف الموجوده، متحف الحضارات، عندي المتحف الكبير اللي باذن الله ما يتم افتتاحه، كثير من المناطق حتى داخل القاهره. فده مهم جدا المشهد ده يتم صياغته بشكل كبير. محتاج برضه النهارده يكون عندي تأمين جيد للسفن، محتاج يكون عندي اتفاقيات مع شركات التأمين. ودي قائمة طبعا، ودي قائمة. وعندي اتفاقات مع شركات التأمين العالمية على بوالص التأمين وعلى كل ده برضه قائم. تمام. بس يعني هنعيد لكن نجدد الحديث في يعني والافيد برضه العقود الاجله. الامر اللي يمكن ان يكون يعني جيد في الموضوع ان الجيش الاسرائيلي في تاريخه ما عندوش قدرة على الحرب لفترات طويلة، لأن هو بيجند البلد كلها،
عامل استدعاء ل 400,000 جندي، وعنده خساره فادحه عنده اقتصاديه، خسائر فادحه اقتصاديه، انخفاض في قيمه العمله، وهجره الاسرائيلي للخارج، 150 وهجره ألف. الاسرائيلي بنتكلم للخارج هذا مسألة. وانخفاض يعني في هو قيمة برضه العملة. عنده خسائر مرعبه طبعا بالظبط. مرعبة، فهو مرعبة. حتى بالدعم الامريكي اللي موجود مش قادر. مش هيقدر هيستمر. يكمل، لان شركاته كلها مغلقه وواقفه. يعني عنده انخفاض في القطاع الصناعي، الشركات باعت 50% من ايرادات الشهر اللي فات. يعني اي شركه باعت باقل من 50% من ايراد الشهر اللي فات. عنده العمله بتاعته كانت هتنخفض لولا تدخل البنك المركزي الاسرائيلي للدفاع عنها، وانه باع 30 مليار، يعني كان ممكن تنخفض اكتر بكتير من الرقم ده. انه باع 30 مليار دولار في السوق عشان يحاول الحفاظ على عملته. عنده البورصه فضلت تنزل لحوالي 6 أو 7 جلسات متتاليه. عنده الاستثمارات او الشركات كتير من الصغيره بالذات اللي في منطقه عسقلان، وبرضه عنده سياحه وعنده عنده 3 وعنده مليون، تصدير عنده 3 مليار سياحه راحوا. عنده حاجة. يعني انت احنا مش السياحة- بندافع عنه ولا بنرشده، بس هو عنده ربنا ما يغفره يخسره كمان يعني. وكمان يعني. بس هي الفكره كلها انه انا بتكلم على يعني ايه قراءه في اقتصاد منطقه، طبعا. يعني قراءه في اقتصاد منطقه. طيب دلوقتي هو التاثير المباشر هيبقى احنا تخوفات من اسعار ارتفاع النفط. طبعا اسعار النفط احنا بنتكلم في ارقام أسعار النفط كبيره، لكن ما نقدرش انخفاض. نحدد سعر. طبعا. 103 105 115 150 تجدد الصراع او ارتفاع حده الصراع واتساع ركود الصراع، هل هيمتد ولا لا؟ اطاله امد الحرب زي ما حضرتك يا استاذ احمد اتكلمت في يعني المساله اعتقد دي، لا، الحرب ممكن ما تمتدش لفترات طويله باذن الله. يعني ان هي مش حرب الحقيقه، هي اعتداء يعني سافر بالظبط. واعتداء فاعتقد يعني مش هتطول وحشي بإذن الله. من يعني على المنطقه طبعا، ونتمنى ان ما يكونش في يعني دول اخرى تدخل في هذا الصراع. طيب لو قلت للمواطن بقى، حضرتك توجه رساله كده للمواطن. احنا المواطن دلوقتي، بعض المواطنين النهارده، وده امر الحقيقه انا خجلت منه جدا، انه بيروحوا يكسروا بعض المطاعم وبعض الحاجات اللي ليها براند عالمي مثلا او بتاع وكلام من ده. حدث في اسكندريه وحدث في بعض. حضرتك شايف المقاطعه الاول ازاي؟ يعني ايه اقاطع؟ يعني هل انا المقاطعه دي ايجابيه ولا سلبيه ولا؟ المقاطعه تعبير شعبي عن غضب الشعوب، دي ما ينفعش تعملها دول، دي بيعملها الشعوب. بس المقاطعه زي ما احنا قلنا كده كلاكس بضربه، بدي انتباه يوم يومين 3. ما اشتريش السلعه، دي ما بروحش اكسر المحل. لا خالص، ده بلطجه، لانه المحل ده صاحبه مصري، ده بلطجه، واللي بيشتغل جوه مصر واللي بيجيب البضاعه الله ينور والخامات عليك. من عنده من الله ينور مصريين، عليك. وبيعمل حركه في الاقتصاد. بس هو هي سبب، احنا تعودنا ان عندما يكون هناك زياده في سعر سلعه او هناك في اعتداء سافر على الدوله الفلسطينيه، فبيتم مقاطعه بعض المنتجات. مقاطعه يوم يومين 3، انت من ده تعبير شعبي ما نقدرش نرفضه. قاطع المنتج، قاطع لكن المنتج، ما تقطعش وما المنتج، تقطعش المنتج ما برضه تروحش لفتره تكسر. طويله لسبب لانه في الاخر هذا المنتج بيؤثر وبعدين سلبي حضرتك عليك. هو انت بتقاطع الاكل والشرب بس؟ طب ما تقطع كل حاجه بقى. بالظبط. ما انت ماسك طب ما انت تليفون. لابس، ما بالظبط، انت لابس صح. تليفون، ماسك تليفون صح. ولابس وعامل ومسوي. صح. وده حتى الكريم بتاع الشعر انت جايبه من بره. بالظبط. فانت هو فكره المقاطعه بدي انتباه، بدي للشركات العالميه. يعني احنا لو مسكنا واللي بيشتغل جوه دكتور مصر طبعا الشركات العالميه على فكره غلابة. خسرت بكتير. يعني على مستوى البورصات العالميه، الشركات بدون ذكر اسماء، لا المطاعم انا مش معترض، تمام، قاطع بس ما تكسرش. ده واحد. بس وما ما تزودش تخربش في المقاطعه، لان زياده المقاطعه بس معناها خساره للاقتصاد وبرضه المصري. حضرتك لو عايز تقطع انت حر، انت كمواطن. صح كده يا استاذ احمد ولا ايه؟ بالظبط كده. عايز اقول ان كل مقاطعه انت بتعملها 60% او 70% بيخسر منها مصريين، و20 او 30% بس بتخسر الشركه الاجنبيه الخارجيه. ليه؟ لان الفرق اللي موجود مش حكومي، مش حكومي. مش لا حكومي. انا ما اقدرش الحكومات ما ينفعش، الحكومات ملتزمه بحاجه اسمها اتفاقيات. انا فاهم. لو الاتفاقات دي هي يعني ابتعدت عنها او انكستها او تقلصت منها وشالت ايديها منها، بيكون عليها عقوبات من التحكيم الدولي بخسائر ملياريه. يا فندم مش المفروض ان انا عندي محل دلوقتي شغال حتى لو براند عالمي، مش اللي شغال فيه مصريين؟ كل صاحبه رئيسه مصري، لا صاحبه صاحب الرخصه مصري، والرخصه هو صاحبه بيدي وبيصنع منها هنا في مصر برضه. هو بيدي للخارج حاجتين، حاجه اسمها الفرانشايز اللي هو تكلفه استخدام العلامه التجاريه، استخدام العلامه التجاريه، قيمه استخدام العلامه التجاريه الفرانشايز، قيمه سنويه بالاضافه الى نسبه من ايرادات او من ارباح المنتج في نهايه السنه. بالتالي
انا حضرتك شايفها يعني انها 60 مش 70% بيتضر خسارة منها المصري مم. و30% بيتضر منها المنتج الاجنبي. لكن هنا في جزئيه، والحقيقه انا شفتها على السوشيال ميديا وعجبتني جدا، ان المصريين بقوا يجدوا بدائل محليه بس دي صح. مهمه. للمنتجات صح كده. المستورده، صح بدائل مهمة. محليه ان انا ما اقولكش مصريين. انا ما يهمنيش تقاطع، بس يهمني بقى تشجع المنتج بتاعك بقى. وده وده الترند تاخده اللي بقى على ظهر المدى بالظبط. الطويل. يعني حضرتك زي ما الدكتور ايمن كده ده- قال، زي ما الدكتور عبد المنعم قال، انا اسف، الدكتور عبد المنعم بيقول لحضرتك ده شعبي. بالظبط حلو يا كده. دكتور عبد المنعم، شعبي قوي. اه مفيش تدخل حكومي. صح. طب انت حضرتك بقى قاطع اسبوع 10 ايام، خد خلي بقى بديل حضرتك مصري. بقى البديل المصري ده بقى خليه معاك طول العمر. بالظبط. خليه وعلى معاك فكره طول بدا الوقت. ينتشر. ده في حاجات لذيذه جدا شفتها يعني انا على السوشيال ميديا زي ما طبعا صلاح بيقول. في اطعمه وفي آه. حاجات وفي وفي- حاجه في ناس- ساقعه ويعني طلعت وبدات يعني في اعلان عن مصنع بينتج منتج اللي هو مشروب حاجة ساقعة. مياه غازيه. اه بدأ يطلب عمالة وبيطلب موزعين ما هي دي. ويطلب بس بقى هو بدأ برضو يشتغل. لازم برضو يحترم المواطن، يعني يعمل منتج كويس. طبعا ان انا برضو مش هاخد يزود منتج الجوده أي كلام بتاعت وبتاع المنتج. وكلام انت ده. برضه من حقك لازم انا برضه بدفع قيمه. ما هي دي بقى محتاج نفسي دي دكتور عبد فرصه المنعم، للمنتجين دي المصريين محتاجينها. إن والله هم العظيم يا استاذ احمد يثبتوا مكانهم في انا الاقتصاد. نفسي دي دي مهمة. تبقى فرصه طيبه جدا جدا، ان احنا بقى وتطلع وكاله سيبك بقى للتصدير. سيبك من المقاطعه. صح. احيي المنتج المحلي ياه، واعمل ياه. وكالات مصريه ياه، لمنتج ياه. مصري. آه. مطاعم سندوتشات صحيح. منتج صحيح. مصري 100%، ويكون لي وكالات داخل مصر وخارج مصر. يبقى انا بصدر منتج، بصدر علامه، اشوف العلامه دي في دبي اقول لا ده المنتج ده مصر، اخش له والمنتج ده جاي. ده مش اكل وشرب بس، اكل انا وشرب بتكلم بقى ولبس شيء. عاملين لستة وكل حاجه. الانسجه كل لسته كبيره جدا، كل والحاجات. منتج اللي قدامه على الاقل مصري. في كل حاجات مش منتج اللي محتاجه قدامه ان انا مصري. تكنولوجيا. هنقول مثلا الموبايلات محتاجه تكنولوجيا عاليه، الله ينور عليك. لكن انا محتاج بتكلم في منسوجات، الله ينور بتكلم عليك. في ستاير، بتكلم في مفروشات، من- بتكلم في كتب مكاتب كله. اساسي. بقى انا عندي دمياط اللي فيها مثلا. افضل اساس على مستوى العالم، مثلا. ما يطلعش منها مثلا. براندات واستورد من تركيا. فاكهه عندي مثلا. الفواكه، عندي ممكن ده انا عندي اكبر طهاه على مستوى العالم يعني في مصر، واسامي كبيره جدا. دول ما يطلعوش يعملوا منتج ويعمل لي انا نفسي والله يعمل لي ساندوتش والله يا معين دكتور عبد بطريقه المنعم. معينه، والله يا دكتور عبد وده المنعم. يبقى ده أنا براند نفسي وموجود على مستوى العالم، اللي هو معروف فكرة- ان ده فكرة ما ده أقطعش. الساندوتش المصري. اه لا، ده فكره مهم. ما قطعش يا استاذ احمد. فكره إن احياء أنا وتدعيم المنتج هي دي المحلي بقى بشكل الجمال. هي في الحقيقه الموضوع. في فرصه ذهبيه للمنتجين المصريين ان هم يتوسعوا وينتجوا. في طلب كبير جدا، وفي قبول حتى بالنسبه للمصريين على تحمل بعض المنتجات اللي جودتها مش 100% في سبيل ان المنتج ده يقوم ويكبر وان ده منتج مصري. لأن ده فدي فرصه استغلها لأن بسرعه، ده هيشغل لي عماله حاول تنميها وهيزود لي علشان منتج الفرص ما محلي تتكررش ويقلل لي كتير. الاستيراد من الخارج. صحيح. انا محتاج اقلل الاستيراد من الخارج معاك بشكل تمام. كبير، معاك. ومحتاج ازود العماله في مصر. معدل البطاله عندي 7.3، انا عايزه يبقى 5، عايز يبقى 4%. فيقل ازاي؟ ان انا المصانع تشتغل المنتجات دي تشتغل، فيبقى عنده عماله كتير كويس. ويشغل الموظفين ويفتح بيوت. ده مهم. طيب استاذ احمد، رساله اخيره بقى للمواطن. احنا بنتكلم وهو الاساس الحقيقه وهو الهدف في الجمهور. صحيح. حضرتك تقول له ايه؟ يعني عايز اقول له ما تقلقش. الوضع الاقتصادي اللي بيمر بيه مصر ده وضع مؤقت، سببه مشاكل خارجيه. انت الاهم ان انت حاول ترشد في نفقاتك قد ما تقدر. حاول تعدي الفتره دي اللي هي قد تكون سنه، قد تكون سنه ونص، يعني متماسك، محافظ على هيكل اسرتك وبيتك ودنيتك تمام. بعد السنتين دول يعني مصر عدت بفترات كتيره فيها ازمات وحروب ومشاكل كانت اصعب من كده بكتير وعديناها. فاحنا الحمد لله عندنا قياده سياسيه حكيمه، في خطه واضحه بنشتغل عليها، في برنامج اصلاح اقتصادي بيتم تنفيذه وتطبيقه وليه نتائج جيده، حتى لو انت مش لامس النتائج بتاعتها في الوقت الحالي. لكن الاقتصاد محتاج وقت علشان تحس طبعا باثر القرارات الاقتصاديه اللي بتتاخد على المواطن. فكمل وان شاء الله يعني مصر تعبر الازمه الحاليه او المشاكل الموجوده في المنطقه بامان باذن الله. دكتور عبد المنعم، رسالتك الى المواطن. دعم منتج بلدك، اشتري المنتج المصري المحلي، ده مهم جدا. الحاجة التانية محتاجين ان انت المواطن نوعين او 3 انواع: محدود دخل، متوسط، ومرتفع الدخل. مرتفع الدخل اقول له انفق وزود انفاقك، اشتري منتجات كتير عشان حركة السوق ما تقفش.
المواطن طبعا محدود الدخل ومتوسط الدخل، حافظ اعمل اعاده للموازنه اللي خاصه بيك، الموازنه الصغيره بتاعتك، مرتبك لو عم تشتغل شغلانه حاول تزود دخلك بشغلانه تانية، اشتري المنتج المحلي الخاص بيه، المنتج المصري. ما تقلقش على البلد عندها جيش قوي، مش هتدخل في اي حاجه. النقطه الثانيه، انت النهارده ودي رساله بقى للحكومه، لا احنا عندنا مجموعه من الملفات الاقتصاديه يجب ان تكون على صدر مائده الحكومه خلال الفتره القادمه، سواء كانت ملفات خاصه بالتضخم، ملفات باعاده صياغه المشهد الاقتصادي بشكل كبير، توصيات الحوار الوطني لازم يتم تفعيلها بشكل جيد عشان ابدا اعيد صياغه المشهد الاقتصادي داخل الدوله المصريه. احنا عندنا ازمه وازمه كبيره، لكن باذن الله هنعدي منها، وعدينا اكتر منها بكتير، وباذن الله القادم هيكون افضل باذن الله. هي دي يعني اطلاله بسيطه جدا على الوضع الاقتصادي احنا كنا محتاجينها، وكمان رساله طمأنه لحضراتكم ورساله تذكير بان ما يحدث اكيد له تاثير، ومفيش حد بيكسب في الحرب، لا المنتصر ولا المهزوم، محدش بيكسب، هي بتبقى مكاسب معنويه، لكن هي المكاسب الماديه بقى. فاحنا بنحاول بقدر الامكان، احنا دوله من الحقيقه يعني بتتعامل مع الازمه بشرف، وبتتعامل مع الازمات كلها بشرف، ومن اول 7 اكتوبر لحد النهارده احنا الحمد لله رب العالمين الدنيا ماشيه بحكمه بالغه جدا، نتمنى انها تستمر وتستقر ونعدي الازمه دي على خير، لانها ازمه مباشره بالنسبه لنا جدا يعني. بشكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، برحب بك يا دكتور، دايما منورنا. استاذ احمد بيوم الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكره والدراسات الاستراتيجيه، برحب بك يا استاذ احمد دايما وعلى عيني وعلى راسنا. خليني اخد فاصل وارجع لحضرتك. دور كبير قامت بيه مؤسسة حياة كريمة لدعم اخواتنا في غزة على مدار الأيام اللي فاتت، وفي ظل أحد أهدافها